نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا مستمع للبرنامج أبو عبد الله من المنطقة الشمالية يقول يسأل فضيلة الشيخ عن عدد ركعات صلاة قيام الليل، وهل تكون القراءة بالجهر أم بالسر، وهل يجوز أن أقرأ من الكتاب عندما لا أكون حافظا للقرآن؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. هذا السؤال يتضمن 3 مسائل. الأولى عدد صلاة الليل. فصلاة الليل ليس لها عدد محدد لا تجوز الزيادة عليه ولا نقص منه، بل يصلي الإنسان نشاطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى ولم يحدد. لكن الاقتصار على 11 ركعة أو 13 ركعة أفضل من الزيادة، لأن عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وأما كيفية هذا العدد هل يطيلها أو لا، فهذا يرجع إلى نشاط الإنسان وقوته وتحمله. ويقول وهل تكون القراءة بالجهر أم بالسر؟ أما الجهر بالقراءة فهو على حسب نشاط الإنسان. إذا كان أنشط له إذا جهر وليس حوله من يشوش عليه أو ينقص عليه فليجهر، وإن كان الإصرار أشد إخلاصا أو كان عنده من يشوش عليه أو ينقص عليه فليسر. بارك الله فيكم. شكرا لكم فضيلة الشيخ.